أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الرز الصيادية اللي بيتاكل مع السمك والجمبري والصبيط، وبيتاكل مع أي مأكولات بحرية عامة. يعني أول ما نقول سمك أو أي مأكولات بحرية يبقى لازم نعمل رز صيادية على طول. في ناس بتحب تاكل اللي هو الكشري الأصفر، اللي هو الرز والعدس، الكشري الإسكندراني، بيحبوا ياكلوه مع المأكولات البحرية. لكن أنا النهارده حابة أقول لكم على وصفة بسيطة جدًا للرز الصيادية، لأن هو ده الأساس اللي بيتاكل مع السمك، وهنعمله النهارده من غير أي إضافات زيادة تغيّر من طعمه، وبمكونات أساسية متوفرة عندنا في البيت، وهو سهل خالص ومش بياخد وقت خالص. ولو كل مرة الرز بيعجن ومش بيطلع مضبوط، على ضمانتي جربوا الوصفة دي ومش هتعملوا غيرها، هتعتمدوها وهتعملوها على طول، وإن شاء الله هتنجح معاكم من أول مرة. ولما تجربوا الوصفة وتعجبكم قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وقبل ما نبتدي الفيديو بتمنى دعمكم ليا في القناة بإنكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة. والكمية اللي هنحضرها النهاردة تكفي الأربع أفراد، والكوباية اللي استخدمتها 150 جرام. عشان نعمل الرز الصيادية محتاجين 4 كوبايات من الرز، 4 معالق صغيرين ملح، معلقة صغيرة كمون، 6 معالق كبار زيت، بصلاية وسط مفرومة، و4 كوبايات من المية. لو حابين تحطوا أي توابل تانية زي توابل السمك أو أي توابل تانية مفيش مشكلة، بس أنا حابة النهاردة أقدمه بالتوابل البسيطة دي عشان يدينا الطعم الأصلي بتاع الرز الصيادية وبس، مش محتاجين أكتر من كده. وفي حلة على النار هنضيف لها الزيت ونسيبه يسخن شوية، ما نخليهوش يسخن قوي عشان لما نيجي نحط البصلة ما يطرطش علينا، فهيسخن شوية بساط كده وبعدين نضيف له البصلة ونبتدي نحمر فيها. البصلة احنا عايزينها البني المحمر، ولا عايزينها فاتحة قوي فتخلي الرز فاتح، ولا عايزينها غامقة جدا فتخلي لون الرز غامق قوي وفي نفس الوقت طعمه مر. لكن اللون الوسط هو ده اللي احنا محتاجينه. اول ما نوصل للون البني المحمر يبقى كده تمام قوي، مش محتاجين اكتر من كده للبصلة. اللون ده بيجي واحدة واحدة، مش عايزين نعلي النار عشان خاطر ما نحرقش البصلة مننا. واول ما اللون يبقى البني المحمر ده نضيف على طول بقية المكونات. يعني هنحط المية، وبعد ما نحط المية كلها هنبتدي نتبل المية، نتبلها بالملح والكمون اللي معانا. ولو هتحطوا توابل تانية تقدروا تحطوها في الوقت ده زي توابل السمك او الحاجات دي، تقدروا تحطوها في الوقت ده. وبعد ما المية تغلي هنبتدي نضيف الرز، هنضيف الرز واحدة واحدة عشان ما يطرطش علينا والكمية كلها مرة واحدة. وبعد ما نحط كمية الرز كلها هنقلب كل المكونات دي مع بعض، الرز مع البصل مع الملح والكمون، عشان كل ده يختلط ببعضه والملح والكمون يدوب في المية وما يترسبش في قعر الحلة. تمام، بالظبط كده، مش عايزين اكتر من كده. وهنقلب كويس قوي وهنسيب الحلة على نار عالية لحد ما تغلي والرز يتشرب شوية بصوت. واول ما تغلي ونلاقي الرز المية بتاعته قلت شوية هنوطي النار وبس كده، والوصفة بتاعتنا خلصت وبالهنا والشفا.